متكئة على رمزية الرقم 7 وأهميته ودلالته في مختلف الثقافات، حطت نسور قاسيون على استاد جاسم بن حمد لتبصم على مشاركة سابعة في كأس آسيا، آملة كسر عقدة الخروج من دور المجموعات في 6 مشاركات خلت. سبق لسوريا أن واجهت المحارب الأوزبكي في كأس آسيا مرة واحدة فقط عام 96 900 وألف، وكانت الغلبة حينها للسوريين، والأمل بتكرار التفوق معقود على توليفة جديدة وجلد متجدد حاكه الأرجنتيني هيكتور كوبر بضم عديد اللاعبين المحترفين الذين يلعبون للمنتخب السوري لأول مرة. بغياب العمرين السومة الغائب الحاضر وخريبين على الدكة، بدأ المنتخب السوري أولى حملاته. إبراهيم يسار غزل جهة اليسار، لكن الحارس الأوزبكي كان له رأي آخر. يسار حمل على عاتقه إنجاز المهمة، لكن يساريته علت العارضة. إيريك سدد كرة لكنها من دون فاعلية. صاحب المهارة عمار رمضان على خطى والده باغت يوسيبوف، لكن يساريته جانبت المرمى. ردة الفعل الأوزبكية جاءت عبر تسديدة شوكوروف، لكنها مرت بسلام. سيطرة أوزبكية استدعت الاستنجاد بخدمات الثنائي عمر خريبين وفهد اليوسف. يسار هز شباك الأوزبك، لكن بفرحة منقوصة برسم التسلل. تفاعل الجماهير السورية أضفى على اللقاء حماسا. أحمد مدنية حمل على عاتقه المباراة بأكملها، فكان حارس أحلام السوريين وحصنهم المنيع. النسور تقاسمت الغنيمة مع الذئاب بعد الطلعة الأولى، بانتظار الفرح أمام كنغر أستراليا والنمر الهندي.